ايه الحاجات اللي ما عجبتنيش في فيلم خلي بالك من نفسك بتاع ياسمين عبد العزيز واحمد السقا؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الفيلم مكتوب عليه كوميدي. مفيش كوميديا. لو انتوا رايحين تضحكوا مش هتضحكوا، هتبقوا قاعدين كده قرفانين مش مئزين مش فاهمين مستغربين اي حاجه غير انكم تكونوا هتضحكوا وتتبسطوا. تمام. تاني حاجه الفيلم فيه شويه يعني بلس 18، مش هوضح اكتر من كده. الفيلم غير مفهوم، مش عارفين مين رايح على فين جاي منين وفي ايه، وفي حاجات بيعملوها اصلا ان هم يضحكوا، بس تلاقي نفسك كده بتبص اللي جنبك اللي هو مش مستوعب ان انتوا مش مستوعبين ان ده حصل. ياسمين عبد العزيز بتزعق وبتعلي صوتها بشكل وحش جدا طول الفيلم. احمد السقا طالع جبان شويه، او يعني مش هو الراجل الحامش اللي معرفش، لا طالع عكس دوره. فيمكن مثلا ده الميكس اللي بيحاولوا يعملوه. مثلا هل دي الفكره مثلا ان احمد السقا دايما بيطلع شجاع وبيحارب وبينط ومش عارفه، فيعملوا العكس؟ يعني انا مش فاهمه. لو دي الفكره فهي وحشه برضه. لا يا جماعه، انا بحب ياسمين عبد العزيز جدا، بس هي غير موفقه في اختيارها للفيلم ده. دورها غريب، دورها مش حلو، دورها مش مضحك. طالعه بشخصيه مثلا جاده شبه الافلام شبه المسلسلات، ولا بشخصيه كوميديه شبه الافلام اللي احنا متعودين عليها كوميديه. هي بتزعق، هي بتبرق، هي غريبه. احمد السقا غريب برضه، مش لايق على الفيلم ومش لايق على الدور. كنا محتاجين حد تاني في الدور بجد. لو سالتوني هتكرري التجربه تاني لو انت لسه ما دخلتيش الفيلم؟ يعني لو ما كنتش دخلت الفيلم كنت ممكن اكرر التجربه تاني. ده لو شفته على التلفزيون هقلب، يعني لما ينزل على التلفزيون انا مش هتفرج عليه. فيلم اللي فلوسه حرام، فيلم اللي عايز يضيع وقته، ما استفدتش اي حاجه. انا هدي الفيلم ده 2/10 لاجل ياسمين عبد العزيز، انها كانت محلوه ومزه كده في الفيلم، لوك وستايل وشعر وكده، شكلها كده اصغر، شكلها في حاجه مختلفه فيها. كمان عشان احمد السقا يعني بحبه من ايام زمان، افريكانو بقى وكده. لكن الفيلم احبطني. الفيلم انا مروحه عماله كده، وانا شفته ده بجد يعني؟ ولا ده ايه ده؟ ده ايه ده يا اخواتي والنبي؟ مبدئيا انا ما شفتش التريلر اصلا، انا شفت ان يعني شفت لمحت ياسمين عبد العزيز وقمت داخله الفيلم على طول، يعني عشان بحبها زدودي بقى ومش عارفه، بحبها جدا. لكن ده غير اي حاجه احنا عارفينها عن ياسمين عبد العزيز من زمان. انا هسكت بقى، لو شافت الفيديو ما تزعلش مني.